السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله وصفة جديدة، وصفة حلو. عندنا كيكة الشوكولاتة البسيطة. طبعا المقادير المكتوبة على الشاشة هي مقادير، يعني مقدار واحد، مكونات مقدار واحد، لكن أنا بالفيديو عملت مقدارين. آه، عندنا هنا بنحط كاسة من الزيت النباتي العادي. فيك تحطي سمنة مذابة طبعا مقدار الكاسة كمان، أو زبدة مذابة كمان مقدار الكاسة، المهم إنه كاسة تكون. كمان كاسة مية بدرجة حرارة المطبخ العادية، يعني ما تكون لا برد ولا سخنة. هون أنا حطيت، بس ما صورت الفيديو. آه، حطيت كاسة الحليب البودرة وكاسة سكر، وحطيتهم معلقة فانيلا، وطبعا 4 معالق كبار كاكاو مر، وكمان معلقة صغيرة نسكافيه، أو أي نوع بتحبه، يعني اللي هي القهوة سريعة التحضير. بنخلطهم كتير كتير منيح. وكمان ضروري هون بهاي المرحلة يصيروا خليطهم تقيل، يعني يكونوا زي الخليط تقريبا زي كثافة الكيكة نفسها. هيك بيكون مقدار، هيك الكثافة تبعتها. هذا الخليط بناخد منه مقدار 3/4 الكاسة، هيك بنخليه على جنب للتزيين. هذا صوص جاهز للتزيين، حتى لو بتحبوا تستعملوه في خلطات في كيكات تانية عادي ممكن يعني. ما تبقى من الخليط بنضيف عليه بيضتين، طبعا بحرارة المطبخ، طبعا لازم تكون بحرارة المطبخ ما تكون باردة. كمان معلقة صغيرة فانيلا، وبنخلطهم كتير منيح. رح نخلط المكونات الجافة، اللي هي كاسة الطحين، مع معلقة البيكنج باودر الكبيرة، وربع معلقة صغيرة ملح. نخلطهم كتير منيح. عفوا، مش نخلطهم، بنخلهم كتير منيح. ضروري طبعا علشان نعمل فوليوم في الكيكة، عشان يدخل هواء في الطحين. وبندخلهم كتير منيح، وبنضيفهم بشكل تدريجي على خليط السائل. وبنخلطهم كتير منيح لحد ما تنتهي كل الكمية عنا. وهيك بيكون القوام المطلوب، قوام الكيكة. لأنه طالما هي هيك سائلة شوي، فهي حتكون هشة. طبعا هنا عنا القالب أو الصينية اللي بدنا نحط فيها. بتقدروا تحطوا في قالب الكيك العادي، أو صينية التيفال، أو المهم يعني غير قابلة للالتصاق. أو بتقدروا تحطوا في البايركس. أنا اخترت البايركس اليوم أحط فيه. بس لازم ضروري تدهنيها بمعلقة صغيرة أو أقل شوي من معلقة صغيرة سمنة، أو زيت نباتي عادي ما في مشكلة. وبتحطي كمان معها معلقة صغيرة طحينية.
تدهني القالب من جميع الجهات علشان إيش يعني ما يلتصق من أي جهة. وبهيك دهنته كتير منيح. طبعا هلأ بنصب الخليط عليه. يفضل انك ترجي شوي القالب او الصينية علشان بس الفقاعات الهواء اللي دخلت جوا، يعني مش كتير، انه خليه يكون فيها هشاشة، بس صب بس هيك يعني رجي القالب شوية بحيث انه يطلع الفقاعات الكبيرة. وبندخله على فرن، طبعا لازم تبقي محميته مسبقا، وكمان درجة حرارته 180. أخذ معي أنا هنا أخذ معي حوالي 50 دقيقة، لأنه مقدارين، بس هي بتهيألي 45 حتى أكتر، أخذ معي ساعة تقريبا. انت 45 دقيقة حيكون كتير كويس. وبعد ما يطلع طبعا بتختبري السوا تبعه، بتحطي عود خشب أو شوكة أو سكينة رفيعة، أي إشي في الخليط أو في الكيكة، وبتشوفي إذا كان طلع العود سليم ما عليهوش خليط إذن هي تمام. الصوص اللي شلناه بأول الفيديو، صوص التزيين، طبعا بنحطه بعد ما نترك الكيكة ترتاح، تبرد هيك شي 10 دقايق، وبنصب صوص التزيين. تقدري تحطي عليها اللي هي الحبوب التزيين هاي السبرينجلز، او تحطي او هيك تتركيها. ممكن تبشري شوكولاتة على الوجه، راجع إلك طبعا. شوفوا هنا بعد ما بردت شوية، شوفوا الصوص كيف داخل جواها، بصراحة كان طعمها كتير رائع. يا ريتكم تجربوها وتقولوا لي في التعليقات شو كان النتيجة تبعتها معاكم. وبهيك بنكون خلصنا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك واللايك.